اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين والآخرين. اللهم صل على نبينا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل على نبينا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل على نبينا محمد في الملائكة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جمعة مباركة عليكم، مليانة بالرضا والسعادة والستر من الله. اتأخرت عليكم في نزول الفيديو النهاردة، كنت عايزة انزله لكم العصر كده، بس لسه جاي من بره. بس قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسيش تحط اللايك الجميل بتاعك. بتمنى كده ان كلكم تشجعوني وتحطوا اللايك الحلو عشان هو اللي بيرفع الفيديو، واكتبوا لي كده تعليق حلو. واللي ما اشتركش في القناه وما يعرفهاش يخش كده ياخد نبذه عنها. ولو عجبتكم ما تنسوش تدوسوا على زر الاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم مني كل جديد. ويا ريت يا ريت يا ريت بتمنى من ربنا اللي تشجعوني كده باللايك الحلو بتاعكم بتفاعلكم، علشان انا قربت اتم السنه ومحققتش اي شروطات خالص للقناه ولا اي شروطات للربح ولا كده، ناقصني ساعات كتير قوي والله المستعان يا رب. تعالوا بينا بقى نخش على الفيديو بتاعنا. النهارده عاملين فطار الجمعة الجميل. طبعا الجمعة كلنا موجودين وجوزي واولادي وكلهم كده كده كده. الولاد خدوا الاجازة خلاص موجودين على طول. قلنا بقى كده يوم الجمعة بنحضر فطار كده متين ومعتبر عشان ايه نقعد كلنا في اللمة ونفطر. هنا احنا في الاول خالص عملنا بتنجان بابا غنوج زي ما شفتوا كده. شويت البتنجان ومعاه الفلفل وسبتهم يتشووا، رحت محضره فصين توم وقرن فلفل اخضر سبايسي، رحت هرساهم. ولما البتنجان اتشوى قشرته وهرسته معاهم كده ونعمته، رحت نازله عليه بالطحينه وكده بقى جاهز معانا. وحطيت عليه كمون وكزبره وملح كده. البابا غنوج بقى جاهز معانا. تعالوا بينا دلوقتي كده نعمل فول اسكندراني اللي هو فول بالطماطم. معانا هنا كده فصين من الثوم، وخرطنا فلفل وطماطم، فلفل حامي فلفل بارد زي ما انت عايزة. احنا بنعمل الاتنين يعني فلفل بارد على حامي. وانزل عليهم كده برشة ملح، طبعا الثوم يصفر وبنزل عليهم بالفلفل والطماطم واسيبهم كده يتسبكوا مع بعض. وعلى ما يتسبكوا خرط شوية خيار. طبعا احنا حمرنا بطاطس. هقطع قوطة عشان احط عليها مش. طبعا المش بيبقى جميل اوي مع الطعمية والفطار. مش كده احنا بنعمله في البيت بيبقى جميل قوي وطعمه تحفة، هو اللي بيحلي لقمة الفطار بصراحة. هقطع القوطة مكعبات واحضرها بقى كده، يبقى ما حضرت البطاطس وحضرت المش وحضرت الخيار والتسبيكة بتاعة الفول على النار، والبابا غنوج حضرته كده. ناقص الطعمية والبطاطس المهروسة اهو زي ما انتوا شفتوا كده. حطيت عليه المش. هنا كده التسبيكة بتاعة الفول كانت اتعملت، هنزل عليها بالفول. احلى فول تاكليه، الولاد بيحبوا قوي بالطماطم. كده الفول جاهز معايا. هقلي بقى كده شويه فلفل بارد. طبعا النهارده الجمعه المفروض طول ما احنا واقفين بنحضر الفطار بنعمل اي حاجه نكتر كده من الصلاه على سيدنا محمد كتير قوي قوي، علشان طبعا يوم الجمعه الصلاه بتاعتنا معروضه على سيدنا محمد. وما ننساش قراءه سوره الكهف فانها نور ما بين الجمعتين. هنا كده عملت البطاطس وحطيت عليها ملح مبهر اللي هي الدقه، وحطيت عليها كده شوية سمنة. اللي على الصعيد الآخر ده سمنة تتسيح سمنة بلدي. حطيت عليها كده كام معلقة سمنة واسيبها ايه مع ربع كوباية مية واسيبها مع نفسها تستوي. هنا كده هسلق كده بيض عشان يبقى
فطرنا كده وجبة متكاملة. انا بحط البيض كده ربع معلقة من الخل، ده بيمنع ان البيض يتكسر ولا حاجة ولا يطلع رغاوي، بيخلي البيضاية سليمة زي ما هي، وبيسهل عملية التقشير. هنا كده هقوم قالية بقى الطعمية، كده حضرت كل حاجة. هقوم قالية الطعمية، بقليها بسمسم كده، بيحبوا ياكلوها بسمسم زي ما انا وريتكم كده. في الحصيرة دي كنا عاملين جبنة قريش، هنحط منها على الفطار برضو، تبقى مغذية جدا وجميلة جدا. وحماتي اصلا بتعملها جميلة قوي، بتعملها كده زي الزبدة وجميلة قوي. ادي البطاطس استوت، واخر حاجة الطعمية بنعملها اهو، عشان طبعا ما نعملهاش في الاول وتبرد، بنعملها اخر حاجة. اقلبها كده على الوش التاني، وابتدي بقى ايه اغرف في الطاسة كده. بعد الطعمية، بعد ما طلعت الطعمية، قليت قرنين فلفل تاني لما لقيتهم باردين كده وحلوين، عشان احنا بنحب الفلفل البارد مقلي، نرش عليه كده دقة بيبقى جميل. قليت قرنين تاني كده. الفطار كله جهز معايا، اغرف بقى. ده الفول. اسخن بقى العيش، عشان العيش اللي هما كانوا جايبينه ما كانش هيقضي، فطلعت كده من الفريزر وقلت اسخن ايه زيادة عليه عشان ياكلوا ويشبعوا. العيش ده طبعا احنا بنخبزه في البيت بتاعنا، يعني التاني في بيتنا اللي في ناهية، بنخبز العيش وبنجيبه هنا ايه نحطه على الفريزر على طول. وهنا كده خلصنا الفطار بتاعنا، ده شكل الفطار بتاعنا. يا رب الفيديو يكون لطيف ظريف خفيف عليكم، واستنوني في فيديو جديد.